بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. شايفين الصينية الدافية دي؟ صينية في منتهى الجمال بإذن الله، بسيطة وسريعة وهتقدري تعمليها بكل سهولة. هنعمل صينية القراميط في الفرن بطريقة سهلة جدا من غير ما نتبل ساعات ولا نوجع دماغنا. أول حاجة وانت بتشتريه بتخلي اللي هو السماك يسلخهولك، بتجيبيه بقى بتنقعيه في ملح وليمون ساعة ساعتين على قد ما تقدري. بعد كده بقى هنتبله بالشكل الجميل ده: معلقة كبيرة من الملح، معلقتين من الكمون، معلقة من الكزبرة المطحونة، كمان حطيت معلقة من الثوم البودر ومعلقة من البصل البودر، وكمان حطيت جنزبيل وشطة. كل دوت قلبته في بعضه زي ما انت شايفة كده، وهبدأ أتبل بيه كل قطعة، اغرقها بالتوابل بتاعتي. التوابل دي خدي بالك هتفضل معانا لاخر الوصفه، يعني انا مش هستعملها كلها في تتبيل السمك الاول. بعد كده بقى التعفيره بتاعت الدقيق دي بتخلي السمك بتاعك في منتهى الجمال والنظافه، ما ينزلش اي سوائل في الصينيه بتاعتك. بعد ما هتعفريه في الدقيق على طول في زيت سخن، وهتنزليه تديله صدمه من الجنبين يوقف عملية تنزيل السوائل اللي جواه. الصينية دي من الحاجات الجميلة جدا اللي ولادي بيحبوها جدا، ولو عملتيها بالطريقة دي والله هتعجبك جدا جدا بإذن الله. بصي بقى، زي ما أول ما بديله صدمة كده من على الناحيتين على طول برفعه في طبق على جنب وأخلص الكمية بتاعتي كلها، وبعدين نشوف هنعمل الصينية الجبارة دي ازاي. كل القطع بعفرها في الدقيق. الدقيق انا ما حطيتش عليه اي حاجة، غير حطيت معلقة بس كده مليانة من البهارات بتاعتي. خلاص، هنا بقى في الصينية اللي انا هدخلها الفرن هقطع بصلتين او 3 بصلات كبار. كان عندي كمان واحدتين من البصل الاخضر قطعتهم معاهم، وهقلب الكلام دوت. بصي حاولي ما تزوديش في المادة الدهنية، لان القراميط بتبقى دسمة وبيبقى فيها نسبة من الدهون، فعلشان ما تبقاش تقيلة على الولاد وانتي بتقلبي البصل ما تكتريش مادة دهنية، يعني معلقة صغيرة خالص من المادة الدهنية بتقلبيهم فيها يا دوب البصلة تدبل، لان احنا مش عايزين نعمل تسبيكة والمعدة مش ناقصة. برضو زي ما انت شايفة كده بنزل على الصلصة بتاعتي من البهارات اللي انا كنت عاملاها، يعني زي ما قلتلك هي معايا من اول الوصفة لاخرها. بعد كده انت بتزودي في الصينية براحتك، عايزة تحطي كمان معلقة من الكمون وكمان معلقة من الكزبرة المطحونة، تمام مفيش اي مشاكل، بتديها طعم في منتهى الجمال. يا دوب خليتها غلت غلوة واحدة بس، وهنزل السمك بتاعي فيها، والفرن طبعا مفتوحة على 120. شايفة بقلب السمكة كده وبعدين احطها على جنب وانزل اختها لحد ما ارص الصينية بتاعتي كلها. بعد كده من على الوش هنزل باقي التوابل اللي كانت معايا، كزبرة وكمون وشطة جنزبيل، كل دوت بحطه من على الوش كده، وهدخلها الفرن وجنبها طبق رز بشعرية وشوية سلطة بلدي، وبالهنا والشفا. ما تنسينيش في اللايك والشير. مع السلامة.